بيبتدي الفيلم مع كايل وهي رايحة تستلم جثة جوزها من السفارة الأمريكية الموجودة في ألمانيا، وبتكون جثة جوزها موجودة في تابوت وبتتجهز علشان تسافر لأمريكا. ومندوب السفارة بيقول لها إن هو ممكن يسيبها شوية تبص على التابوت قبل ما يقفلوه، وبتفتح كايل التابوت وبتقعد تفتكر في شوية ذكريات بينها وبين جوزها. وبنعرف إن سبب الوفاة إن جوزها وقع من على سطح البيت على دماغه، وبيفتح عليها موظف السفارة الباب وبيقول لها إن هي لازم دلوقتي تحط الرمز السري للتابوت، لأن القانون الدولي ما بيسمحش للتوابيت اللي مش متأمنة إنها تسافر في الطيارة. وبعد كده بتروح كايل علشان تجهز شنطتها وشنطة بنتها جوليا، ولكن بتتفاجئ باتنين واقفين في الشباك اللي قصادهم، وكانوا بيبصوا على أوضة البنت الصغيرة بتركيز جامد جدا، ولكنها ما بتهتمش وبتقفل الشباك. وتاني يوم الصبح بتاخد كايل بنتها، لكن بتتفاجئ ببنتها بتقول لها ان هي مش عايزة تطلع من البيت وانها خايفة. فبتقول لها كايل ايه رأيك لو خبيتك تحت الجاكيت بتاعي؟ فبتقول لها البنت هتخبيني طول الطريق؟ ردت عليها وقالت لها ايوه هخبيكي طول الطريق. وبتوصل كايل المطار وهي بتتابع لوحة الاقلاع والهبوط، بتبص على بنتها مش بتبقى موجودة جنبها، وبتفضل تدور عليها لحد ما بتشوفها واقفة قدام مطعم اكل. وبنعرف ان كايل بتخاف على بنتها لدرجة الجنون والهوس، والموضوع ده زاد خصوصا لما جوزها توفى. وبتقف كايل هي وبنتها قدام الطيارة اللي هتوديهم أمريكا، وبتقول لها كايل إن الطيارة دي حديثة من نظام 474 إي، وإن الطيارة دورين وكبيرة جدا. وهنا بنعرف إن كايل شغالة في شركة تصميم محركات الطائرات، وإن الطيارة دي واحدة من الطيارات اللي كايل اشتغلت في المحركات بتاعتهم وعارفاها كويس. وبتخش كايل الطيارة وبتقعد على الكراسي بتاعتهم هي وبنتها، وبتكون في عيلة كاملة قاعدة قدامهم، منهم طفلين بيكونوا أشقياء جدا. والطفلة جوليا سيطر عليها الحزن لما بصت من الشباك وشافت التابوت بتاع باباها بيخش الطيارة، وراحت رسمة قلب على ازاز الشباك. وابتدت مامتها تطمنها وقالت لها ان في اماكن ورا فاضية كتير، وممكن ان احنا ناخد كنبة فاضية ورا كاملة ونمدد عليها وننام، وانها اول لما هتصحى هتلاقي نفسها في مكان تاني وباباها هيكون معاها. وابتدت الطيارة تتحرك وطارت في السماء، وبعد 3 ساعات طيران بتصحى كايل من النوم وبتبص جنبها مش بتلاقي البنت. فبتروح تبص عليها على الكرسي اللي هم كانوا قاعدين عليه في الأول، ومش بتلاقي بنتها قاعدة. فبيسألها واحد من الركاب عن الحاجة اللي هي بتدور عليها، وكان اسمه كارسون. فبتسأله وتقول له إذا كان شاف بنت صغيرة معدية من هنا، فبيقول لها لأ ما شافش أي بنات صغيرين. فبترجع تسأله وتقول له هو احنا بقالنا قد إيه طايرين؟ قال لها فوق ال3 ساعات. وبتبتدي كايل تدور على بنتها في كل الأماكن، وبتسأل واحدة من المضيفين إذا كان شافت بنت عندها 6 سنين عدت من قدامها. فبدأت كايل توصف ملامح الطفلة للمضيفة، وقالت لها إن كان معاها دبدوب بإيد واحدة. فردت المضيفة وقالت لأ مفيش أي أطفال طلعوا في المكان ده من ساعة لما الرحلة بدأت. ورجعت كايل تدور في الدور اللي تحت وما سابتش مكان غير لما فتحته، وبعد كده رجعت للكرسي اللي كانوا قاعدين عليه فلقت الدبدوب مكانه. فبتوقف كايل مضيفة طيران تانية وبتسألها، وكان اسمها ستيفاني، وبتحكي كايل اللي حصل. فبتاخد ستيفاني الميكروفون بتاع الطيارة وبتبتدي تتكلم فيه، وبتقول مواصفات البنت، وإن أي حد يلاقي البنت يدوس على الزرار بتاع استدعاء المضيفين. بتبتدي كايل تقترح على المضيفين إن هم يفتشوا الطيارة. فبتقول لها واحدة من المضيفين إن هي كده بتستبق الأحداث، وممكن تكون بنتها بتلعب مع حد من سنها وإنها أكيد بخير. فردت عليها كايل وقالت لها لأ أكيد بنتي مش بخير، لأن هي مرت بظروف صعبة وباباها لسه متوفي. وبتبتدي كايل تشرح لهم الأماكن اللي لسه ما دوروش فيها جوه الطيارة، وبتبتدي تقول لهم إن في 9 خزانات في الطيارة، 5 فوق و4 تحت، وإن في كمان 7 مطابخ، وكمان الأماكن بتاعت استراحة المضيفين، وإن في كمان صندرة ممكن الأطفال يعدوا فيها، وممكن تكون بنتها في مكان من الأماكن دي. وبتقول لهم كمان إن هم ممكن يشغلوا إشارة ربط الأحزمة علشان يعرفوا يدوروا على البنت كويس. فبتتفاجئ كبيرة المضيفين إن هي عارفة كل المعلومات دي عن الأماكن اللي جوه الطيارة، وبتطلب منها إن هي ترجع للكرسي بتاعها حالا. وابتدت تتريق عليها وتقول لها إن هي ممكن تيجي تكلم الكابتن وتخليه يتنازل عن القيادة وتيجي هي تسوق الطيارة مكانه. وبترجع مكانها وبيخلوا واحدة من المضيفين تقف وتتكلم معاها وتحاول تهديها. وبتقول لها المضيفة ازاي عرفت الاماكن دي كلها في الطيارة. فبتعرفها ان هي مهندسة دفع في شركة مشهورة اسمها ألجين ومقرها في برلين. بتكلم كايل العيلة اللي قاعدين في الكرسي اللي قدامها وبتسألهم، لكن هم بيستغربوا وبيعرفوها ان محدش فيهم شاف معاها طفل اصلا من اول الرحلة، وبيفتكروها مجنونة. وبتروح كايل على مكان استراحة المضيفين، وهنا بتشوف مضيفة منهم بتتكلم في التليفون. ولما بتخلص مكالمتها بتقول لها ان بنتها مش موجودة في سجلات الطيارة، وان هي ما طلعتش الطيارة اصلا. وبتعرفها المضيفة ستيفاني ان هي كانت بتكلم موظفين البوابة في مطار برلين، وان موظفين البوابة قالوا لها ان مفيش حد باسم جوليا روبرت طلع على الطيارة دي. فبتستغرب كايل وبتقول لها ان احنا اول ناس دخلنا الطيارة،
وان هي كانت جنبي تماما. وبتعرفها المضيفة التانية ان اسم بنتها كمان مش موجود في سجلات الطيارة. فبتقول لها كايل ان هي شافتها وهي عدت من جنبها، وان هي كانت قاعدة في الكرسي اللي جنبها على طول. فبتعرفها المضيفة ان هي عملت مراجعة على الكراسي اللي جنبها وان هو فاضي من بداية الرحلة. فبترد كايل وبتقول لها ان هي معاها تذكرة بنتها وانها ممكن تشوفها بنفسها. فبتجري كايل تدور على التذكرة وسط شنط الطفلة، لكن الغريب ان هي مش بتتلاقي الشنط كمان. في اللحظة دي بتقول لهم مستحيل تكون الطفلة هي اللي اخدت الشنط، لان المكان ده عالي جدا عليها وان في حد خطفها. وبتسيبهم فجأة وبتجري على كابينة الكابتن وبتفضل تخبط على الباب، وبيجي شخص من وراها بيكتف ايديها وبيعرفها نفسه على ان هو من قوات المارشال الجوية والمسؤول عن الحفاظ على سلامة الرحلة، وان اللي هي بتعمله ده مش كويس وبيعمل خوف وسط الركاب. وبيقول لها ان هو ممكن يفك ايديها على شرط ان هي تبقى هادية. ولما بتلف بنعرف ان كورسو ضابط وكان متخفي وسط الركاب، وبتقول له ان هي بس كانت عايزة تكلم الكابتن. فبيرد عليها ويعرفها ان الكابتن هو اللي هيقرر كده مش انتي. وبعدها كورسون بيطمن الكابتن ان كل شيء تمام، وبيطلب منه ان هو يستأذنه في 5 دقايق يتكلم معاها. وبعدها بيطلع الكابتن وبياخد جواز السفر بتاع جوليا، وبيسأل المضيفين ان هم يتأكدوا من سجلات البوابة ان في حد بالاسم ده عدى عليها ولا لا. فواحدة من المضيفين بتقوله ان هي اتصلت بالموظفين بتوع البوابة مرتين، وان هم اتأكدوا ان عدد الركاب على الطيارة تمام، وان مفيش حد شاف الطفلة، لا المضيفين ولا اي حد من الركاب. فبيسأل الكابتن كايلو وبيقول لها انت شربت حاجة فيها كحول النهاردة؟ قالت له لا. قال لها طب بتتناولي اي ادوية؟ فبتعرفه ان هي معاها حبوب منومة زي معظم الركاب، وان هي كمان معاها حبوب الكلونوبين، ودي حبوب مهدئة بتخفف من القلق. وبتبص للكابتن وبتقول له ان الدب بتاعها موجود في مكانه تحت البطانية، وان هي استحالة تروح في حتة من غيره. فبيسألها من امتى وانت بتتعاطي الحبوب دي؟ فردت عليه وقالت له انا ما بتعاطاش الحبوب دي، انا ابتديت اخدها من اسبوع بس من ساعة لما جوزي توفى. وبيسأل الكابتن الضابط كورسو وبيعرف منه ان هو كان قاعد جنبها من بداية الرحلة اذا كان هو شاف معاها طفلة. فبيعرفوا الضابط ان هو ما شافهاش ولا شاف معاها طفلة من الاول. فبتبص لهم كايل كلهم وبتقول لهم انا عارفة كلكم بتفكروا في ايه دلوقتي. بتفكروا ان انا ما جبتهاش معايا وان انا بتظاهر ان انا بدور عليها، وانكم شايفيني مجنونة دلوقتي. طب انا هعمل كده ليه؟ لا انا سكرانة ولا انا طفلة صغيرة. وبتبص للكابتن وبتقوله ان البروتوكول والبند 9/11 بيقول ان لو في حد من الركاب مفقود ان هو لازم يهبط بالطيارة فورا. فبيقول لها استحالة ان نعمل هبوط اضطراري بسبب تهيؤات ودب لعبة. فبتقول له كايل ان هي عندها 6 سنين متأكدة ان هي طلعت معاها على الطيارة، وان هي مش طالبة منه بس غير انه يساعدها وانه يحط نفسه في مكانها ويدور على جوليا كأنها بنته بالظبط. وبتصعب كايل على الكابتن وبيأمر كل طاقم الطيارة ان هم يخلوا جميع الركاب في اماكنهم ويدوروا في جميع اماكن الطيارة حتى اماكن الشنط، ويدوروا عن اي حاجة متعلقة بالبنت الصغيرة. وبتنزل المضيفة ستيفاني وهي متضايقة جدا تدور في مكان الكنترول بتاع الطيارة، وبتقول للكابتن ان هي مستغربة ازاي بنت في سنها هتعدي في الكنترول بتاع الطيارة وان استحالة تكون موجودة هنا. وبنشوف كايل بتقول لكورسون ان هي مش محتاجة رفيق معاها، فبيقول لها استحالة يسيبها لوحدها لان الست اللي تتخيل ان معاها اطفال دي بتبقى خطر على نفسها وعلى اللي حواليها. فبتبص له وتقول له عايز اشوف ردك ايه لما هنلاقيها او نكتشف ان في حد خطفها، وساعتها انت هتبقى المسؤول لانك انت الضابط المسؤول عن سلامة الرحلة والركاب. وبعدها بتشوف كايل واحد من الركاب وبيكون الشخص ده عربي، وبتبتدي تشبه عليه وبتقول له انا شفتك فين قبل كده. فبيقول لها انت عديتي من جنبي 5 مرات. فبتسأله وتقول له انت من برلين؟ فبيقول لها لا، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها كايل بتطلب من كورسون ان هي تكلم الكابتن تاني، ولما بيجي الكابتن بتقول له ان هي عايزة تنزل لمكان تخزين الشنط وتدور فيه. وبيرد عليها الكابتن وبيقول لها ان ده امر مستحيل. فبتصمم كايل ان هي تنزل هناك، فبيقترح الضابط كورسون ان هو ينزل معاها. فبيرفض الكابتن وبيقول للضابط ان هو ممكن يخلي 2 من الطاقم بتاعه ينزلوا هناك ويدوروا، انما هي هتفضل قاعدة مع الركاب. فجأة بتسيبهم كايل وبتجري ناحية الشخص العربي، وافتكرت هي شافته فين. وبتقول للضابط ان هي شافت الشخصين دول واقفين في الشباك اللي قصاد غرفة بنتها قبل يوم السفر. فبيرد الشخص العربي على الضابط وبيقول له انا اول مرة اشوف الست دي وان الست دي اكيد مجنونة. فبتقول له كايل انت اخدت بنتي ووديتها على فين؟ قال لها انا عمري ما شفتك ولا شفت بنتك قبل كده اصلا. فبيقول له الضابط ان هو مش مصدقه وان هو كمان شاكك فيه بس لمجرد ان هو عربي. فبيقول له الشخص العربي ان هو وصاحبه نزلوا في فندق اسمه هيلتون وما سابوش الفندق غير على ميعاد الطيارة، وان معاه فاتورة. وفعلا بيشوف الضابط الفاتورة وبيكتشف فعلا ان هو كلامه صح،
بس عشان هو عربي فبيبقى معظم الركاب شاكين فيه، بس عشان هو عربي. وبتهجم عليه كايل وبتخربشه في وشه، ولكن بيمسكها الضابط كورسو. بعدها بيقوم العربي من على الارض وبيقول للركاب حد تاني شاكك في حاجة ممكن تدوروا على عرب تانيين تتهموهم. فبياخدها الضابط وبيقول لها ان هو ممكن يربطها علشان اللي هي عملته ده. وبيقول لها بس انا عندي سؤال، لو الاتنين دول هم اللي خطفوا بنتك ليه ما خطفوهاش من البيت واستنوا لما تركب الطيارة؟ السؤال التاني، ازاي قدروا يخفوا اسمها من سجلات الطيارة؟ ردت عليه كايل وقالت له اكيد في حد من طاقم الطيارة معاهم. فبيتضايق منها الضابط جدا وبيقول لها انا ممكن اقبض على الاتنين العرب دول والموضوع يقلب سياسي، بس لما تجاوبيني على سؤال اخير، ايه اللي يخلي الاتنين دول يخطفوا بنتك من دون الاطفال كلهم؟ ايه المميز فيها وفيكي؟ فقالت له اكيد علشان انا عندي معرفة بجميع اماكن الطيارة، وان هما ممكن يكونوا بيخططوا لخطف الطيارة وواخدين بنتي رهينة. فبيرد عليها الضابط باستهزاء وبيقول لها انا عرفت دلوقتي جوزك مات ازاي، اكيد هو موقعش من على السطح، اكيد هو نط، وان لو قعدت معاك اكتر من كده هبقى مستعد ان انا انط من الطيارة زيه. وفي اللحظة دي بيطفي الكابتن اشارات حزام الامان وبيخفف نور الطيارة وبيقول للركاب اللي عايز يتحرك من مكانه يقدر يتحرك. وبتجري كايل على الكابتن وبتقول له انت ليه طفيت الانوار؟ فبيقول لها ان هم دوروا بما فيه الكفاية وما لقوش حاجة ومش هيلاقوا حاجة لان بنتك ميتة. وبياخدها من ايديها ناحية استراحة المضيفين، وهناك المضيفة بتديله ورقة من المستشفى اللي جوزها توفى فيها، وبيقول لها ان الورقة دي مكتوب فيها ان بنتك دخلت المستشفى مع ابوها في نفس يوم الوفاة، وانها توفت هناك بسبب جروح داخلية ونزيف. وبيقول لها ان بنتك كانت مع ابوها على السطح يوم ما وقع. فقالت له لا ما حصلش، هي كانت في الحديقة مع المربية. وبتقول لهم انكم كلكم مجانين. وبتجري منهم فجأة في ممر الطيارة، وبيبقى كل الركاب عايزين يمسكوها، وبيطلع الشخص العربي وبيمسكها ويخبط دماغها في الكرسي، وهنا بتفقد الوعي. وبتفوق كايل وبتلاقي نفسها متكلبشة وجنبها دكتورة نفسية كانت مسافرة معاهم على نفس الرحلة. وبتقول لها الدكتورة ان هي عرضت المساعدة على الكابتن وان هي عايزة تقعد معاها شوية وتتكلم. وبتقول لها الدكتورة ان الوضع اللي بتمر بيه ده وضع طبيعي جدا، لان اي حد عزيز علينا بنفقده بيكون بيتهيأ لنا ان هو حوالينا او معانا. وبتحكي لها كايل عن اليوم اللي كان قبل الحادثة على طول. وفي اثناء لما الدكتورة بتتكلم مع كايل بتبص كايل ناحية الشباك وبتتنفس نفس شديد، فبتلاقي القلب اللي رسمته بنتها على الشباك ظهر. وبتطلب من الضابط ان هي تخش دورة المية، وبياخدها الضابط وبيفك لها الكلبشات وبيدخلها دورة المية وبيقول لها ما تتأخريش جوه. وهنا بتفتح كايل فتحة في السقف بتاع الحمام وبتطلع منه على الكنترول بتاع الطيارة، وبتشيل سلك من مكانه وبتنزل أقنعة الأكسجين على جميع الركاب، وبتلمس سلكين تانيين في بعضهم لغاية لما بتقطع الكهرباء عن الطيارة كلها. وبتحصل فوضى في الطيارة كلها، وبتطلع كايل من مكان تاني وبتخش على مكان تخزين الشنط. وهنا بيجي كابتن الطيارة للضابط وبيقول له مفيش داعي لاستعمال القناع لأن الضغط جوه الطيارة مظبوط. وبيسأله عن كايل، فبيروح الضابط وبيفتح دورة المية ومش بيلاقيه كايل جوه. في اللحظة دي بتدور كايل عن جوليا في جميع الأماكن، ولما بتوصل عند التابوت بتاع جوزها بتفتحه. وهنا بيجيلها الضابط كورسو وبيقول لها ارفعي ايدك، وبيعرفها ان الكابتن هيعمل هبوط اضطراري بسبب اللي هي عملته ده، وبيبتدي يحط الكلبشات في ايديها. لكن هي بتقوله ان هي لسه ما خلصتش تدوير، واكيد لما الطيارة هتهبط كل الركاب هينزلوا هتدور براحتها. فبيقول لها ان هم ما خلوش مكان غير لما دوروا فيه. قالت له كايل تفسر بايه وجود تابوت واحد وسط التوابيت دي؟ اكيد لو بنتي ماتت مع ابوها كان هيبقى في تابوتين مش تابوت واحد. وبتطلب منه انه يساعدها اول لما الطيارة تنزل بان هو ينزل كل الركاب وتدور براحتها. فبيرد عليها ويقول لها ان اول لما الطيارة تنزل هيتقبض عليك. وبيرجعها الضابط كورسو لمكانها، وهنا كل الركاب بيسقفوا له لان هو عارف يمسكها. وبتترجاه كايل ان هو يساعدها اول لما الطيارة تهبط، وان هم لو قبضوا عليها بنتها هتضيع للابد ومش هيبقى في فرصة لحد يدور عليها لان بنتها ملهاش غيرها وبتصعب عليه. وهنا بيطلب كورسو من ستيفاني المضيفة ان هي تيجي تقعد جنب كايل لحد ما يروح يكلم الكابتن. وبتبص كايل لاستيفاني المضيفة وبتسألها عن المكان اللي دورت فيه، لكن استيفاني بتتجاهل السؤال تماما. وبيروح الضابط كورسو وبينزل على مكان تخزين الشنط، وبيوصل على التابوت اللي فيه جثة جوزها. وبنعرف ان التابوت لسه مفتوح من ساعة لما كايل فتحته. وبنكتشف كمان ان هو مخبي قنبلة بريموت كنترول عن بعد جوه التابوت، واخد القنبلة وطلع على الكنترول بتاع الطيارة. وبنشوف الطفلة جوليا متخدرة ونايمة هناك، وبيحط الضابط القنبلة جنب جسم الطفلة بالظبط. وبعدها بيروح الضابط كورسو لكابتن الطيارة وبيقول له ان كايل اعترفت له انها حاطة قنبلة في الطيارة.
وإن هي عايزة 5 مليون دولار علشان خاطر ما تفجرش القنبلة. وبيدي للكابتن ورقة فيها رقم حساب، وبيقول له إن كايل طلبت منه إن هم يحولوا لها الفلوس على الحساب ده، وبيعرفوا كمان إن هي ليها شريك على الطيارة هو اللي ماسك المفجر بتاع القنبلة، وإن هي مش عايزة تقول على اسمه. فبيرد عليه الكابتن ويقول له على كده حوار بنتها ده طلع لعبة. فبيرد عليه الضابط وبيقول له ان هو ما يعرفش موضوع بنتها ده لعبة ولا لا، بس كل اللي متأكد منه ان هي استخدمت التابوت بتاع جوزها علشان تهرب فيه القنبلة. وبيعرفوا كمان انها طلبت منه اول لما الطيارة تنزل ان الركاب تنزل اول حاجة، ويكون في طيارة تانية صغيرة موجودة على نفس المدرج وتكون مليانة بالوقود. فبيطلب منه الكابتن ان هو يتكلم معاها شوية. فبيقول له الضابط ان هي مش عايزة تكلم اي حد من طاقم الطيارة، ومش عايزة اي حد يقرب منها، ولو اي حد من طاقم الطيارة قرب منها هتدي اشارة للشخص اللي معاه المفجر ويفجروا الطيارة باللي فيها. وبيقول له كمان ان هم لازم يسيسوها لان هو اول مرة يشوف حد خاطف طيارة بيحافظ على سلامة الركاب. وبيقول له الضابط لو عايز نصيحتي يكلم شركة الطيران بتاعته ويحولوا لها الفلوس في اقرب فرصة، ويبلغوه هو وقت ما التحويل يخلص. وبيقول له ان احنا هنفضل مفهمينها ان هي مسيطرة، واول لما الركاب ينزلوا هيقبض عليها وعلى اللي معاها. وبعد ما بيخلص بتنده المضيفة ستيفاني على الضابط وبتقول له ان هي مش مستعدة تقعد مع الست دي اكتر من كده. وهنا بنكتشف ان ستيفاني مشاركة الضابط في خطف البنت وزرع القنبلة في الطيارة. وبتقول له ستيفاني ان كايل بدأت تشك فيها، فبيقول لها الضابط ان الخطة ماشية زي ما هو خطط لها واحسن كمان، وانه خلى معظم ركاب الطيارة يقتنعوا بان في ارهابيين عرب على الطيارة، وان الموضوع ده جه في مصلحتهم وانهم ما كانوش مخططين له. فقالت له ستيفاني ان كايل بدأت تربط الخيوط كلها ببعض. قال لها مش مهم لان بعد 10 دقايق هتكون ميتة وهيلاقوا مفجر القنبلة في ايديها، وان الدليل الوحيد اللي هو الطفلة هيكون كمان متبخر لان القنبلة محطوطة فوق جسم البنت بالظبط. وبتجيله مضيفة تانية وبتعرفه ان الكابتن عايزه على التليفون، وبيعرفوا الكابتن ان الفلوس اتحولت خلاص على رقم الحساب اللي هو اداهوله. وهنا بيرجع الضابط وبيقول لكايل ان خلاص الطيارة بتنزل اضطراري في جزيرة نيو فيندلاند، وان هو كلم المباحث الفدرالية وبلغهم بحالة اختفاء الطفلة وان هم هيساعدوهم، وبيفك لها الكلبشات عن ايديها. وفعلا الطيارة بتهبط وبينزل جميع الركاب، وجي وقت دور الطاقم علشان ينزل. ولما بتشوف كايل الكابتن بتجري عليه وبتقول له ممنوع تنزل اي شنط او حتى صناديق القمامة او صناديق الاكل. فبيقول لها الكابتن طبعا تحت امرك، انا ما عنديش خيار تاني غير ان اقول لك حاضر، وبيسيبها وبيمشي. فبتستغرب كايل من طريقة كلام الكابتن، تجري وراه وبتناديه، وبيحاول الضابط ان هو يمنعها انها تتكلم معاه. ولما بيوقف لها بتقول له انا اسفه على كل اللي انا عملته، وان انا عارفه ان انا ازعجتك كتير، لكن اول لما الاقي بنتي انت كمان هتعتذر لي لان انت كنت شاكك فيا ان انا مجنونه. فبيلف لها الكابتن وبيقول لها كل اللي انت طلبتيه جاهز، الطياره بتاعتك مستنيه بره، والفلوس كمان اتحولت على الحساب. وبيقول لها كفايه تظاهر بان بنتك مختفيه. وهنا كورسون بيرتبك وبيبتدي يسيب الطياره وينزل، وهي ابتدت كمان تشك فيه، وبتروح تلحقه على باب الطياره وتبص بعينيها فبتشوف حكومه كتير جدا، وبتنادي على كورسون بصوت عالي وبتقول له انا ما امرتكش ان انت تسيب الطياره وتطلع. وبيطلع لها كورسون تاني فوق وبيقول لها لو عايزه بنتك سليمه تسيب الطقم كله يطلع بره الطياره، وبيعرفها ان المفجر بتاع القنبله في ايده، وانها لو ما سمعتش كلامه اول واحد هيموت هي بنتها. ابتدى طاقم الطياره كله يخرج، وبيبقى اخر واحد خارج هو الكابتن. ولما بيجي يخرج بتطلب كايل من كورسون ان هو يدي المسدس بتاعه للكابتن، فبياخد الكابتن المسدس وبيطلب من الضابط ان هو يخلص الموضوع ده بسرعه. وبيخرج الكابتن من الطياره وكورسون بيقفل الباب وراه، ولما بيلف بتخبطه كايل بدماغه بطفايه الحريق، وبتاخد الكلبشات وبتكلبشه في عمود الطياره وبتاخد منه المفجر. ولما بتشوف ستيفاني لسه موجودة في الطيارة بتعرف ان بنتها موجودة في مقر الالكترونيات بتاع الطيارة. وهنا بيطلع كورسون مسدس تاني وبيحاول يضرب كايل، لكن هي بتجري والطلقة ما بتجيش فيها، وبيضرب طلقة تانية في الكلبشات وبيفكها، وبيطلع يجري ورا كايل وبيضرب كام طلقة كده لكن ما بيجوش فيها. وبتستخبى كايل في كابينة الطيار وبتقفل على نفسها الباب، وبتكون الكابينة بالكامل ضد الرصاص. وبيجي لها كورسون وبيقول لها يا ريت تطلعي لان مفيش حد هيصدقك، انت مفيش قدامك مخرج تاني. فبتسأله وتقول له ان اكيد جوزها ما وقعش من على السطح وان هو اللي قتله. فبيعترف لها ويقول لها احنا احتاجنا لصندوق جثث عشان القنبلة، لان الاشاعة مش هتكشف ايه اللي جوه الصندوق. والامر
تاني احتاجنا لواحدة تبان ان هي خاطفة الطيارة وتكون على دراية بجميع اماكن الطيارة. وهو بيتكلم بتستغل كايل الوقت وبتفتح فتحة في السقف وبترمي دفتر علشان يعمل صوت، وفعلا كورسو بيعتقد ان هي ماشية على السقف وبيروح ورا الصوت، وبتتأكد كايل ان كورسو راح ورا الصوت وانه مش واقف ورا الباب، وبتفتح الباب وبتجري ناحية الكنترول بتاع الطيارة، وبتشوف المضيفة ستيفاني واقفة في السكة فبتديلها بنية في وشها وبتنومها على الارض. ولما بيشوف كورسو الدفتر بيعرف ان كايل ضحكت عليه وخلته يمشي ورا الصوت، وبينزل كورسو من فوق السقف وبيشوف باب الطيارة مفتوح، وبيشوف المضيفة ستيفاني سابته وجريت. وبتخش كايل غرفة الكنترول وبتفضل تدور فيها لحد ما بتلاقي بنتها، وبيخش كورسو وراها وبيدور عليها، وبيبتدي يتكلم وهو عارف ان كايل سمعاه، وبيقول لها ان هو اللي زق جوزها من فوق السطح، وان هو اللي اخد بنتها وهي نايمة وخباها، وان مفيش حد شافه، وان هو وستيفان المضيفة اللي مسحوا اسم بنتها من بوابة الدخول. ولما بيوصل كورسو للمكان اللي كان منوم فيه الطفلة بتظهر كايل عند الباب وهي ماسكة بالمفجر في ايديها، ولما بتبتدي تهرب بيضرب عليها نار، فبتقفل كايل الباب بسرعة وبتدوس على زرار التشغيل بتاع القنبلة. اما بره فبيكون الكل مستغرب لان الفلوس اتحولت وما كانش في داعي انها تفجر القنبلة، ومحدش عارف ايه اللي بيحصل جوه. والكل بيستغرب اكتر لما بيشوفوا كايل طالعة من وسط الدخان وهي شايلة بنتها. وفي الاستراحة بتكون كايل شايلة بنتها وبيجي لها الكابتن وبيعتذر لها، وبتشوف المباحث كمان وهم قابضين على المضيفة ستيفاني، وبيجي لها واحد من المباحث الفيدرالية بيعرفها ان هم قبضوا على مدير المشرحة اللي كان جوزها فيها، واللي هو طلع التقرير الغلط ان البنت ميتة. وبتمشي كايل هي وشايلة بنتها وسط الركاب اللي كانوا مفكرينها انها مجنونة، وكلهم كانوا معجبين بيها وان هي ما استسلمتش. وبتفوق الطفلة جوليا وبتسأل امها احنا وصلنا ولا لا، فبترد عليها امها بابتسامة وبتقول لها ان احنا قربنا. وبيجي لها الشخص العربي اللي هي كانت شاكة فيه وبيدي لها الشنطة في ايديها وهي بتبص له بصة اعتذار. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. اتمنى ان ما كنتش طولت عليكم، ولو عجبك الملخص يا ريت تدعمنا باشتراك ولايك علشان ينتشر الفيديو. سلام.